اكبر سبب للتراكمات مش عدم المذاكره، اكبر سبب واللي بيوقع اشطر الطلبه هو النوم الكتير. النوم الكتير يا دكتور ده مش دلع، ده فخ بيقع فيه اذكى الطلبه. بس اسال نفسك الاول اهم سؤال، هل انت بتنام فعلا عشان تعبان ومحتاج ترتاح، ولا بتنام عشان مخك بيحاول يهرب من التراكمات المفروضه عليه؟ اجابه السؤال دوت هي اللي هترسم ملامح الشخصيه اللي هتشوفها في المرايه بعد 3 شهور. تعال نفهم المشكله الاول، لان لو فهمت المشكله حلها باذن الله بعد كده يكون اسهل من السهوله. لو هنلخص الموضوع في كلمه واحده، الكلمه دي هي الاسترس. في علم النفس يا دكتور بنسميه الايموشنال افويدنس، التجنب العاطفي. ان مخك يا دكتور يبدا يشوف جبل التراكمات اللي عليه، جبل المذاكره اللي عليه، فيبدا يتعامل بحاجه اسمها الديفنسيف ميكانيزم، فيبدا مخك يعمل شات داون اجباري، ان هو يفصل اجباري. النوم هنا مش راحه، النوم هنا وسيله دفاعيه او بنج او مخدر مخك بيستخدمه. الموضوع ليه بصراحه تفسير كمان، حاجه بنسميها البرفورمانس انكزايتي او التوتر او القلق المصاحب للاداء. مخك بكل بساطه خايف من ان انت تبدا تلم التراكمات اللي عليك او المذاكره اللي عليك وتفشل بعدها. مخك يبدا يقول لك انت خايف ان انت تبدا وتفشل، طب انا خليك ما تفشلش اطلاقا او ما تفشلش نهائي، ان انت تنام. لما ابدا ادخل في حاله ضغط او خوف من التراكمات ابدا انام كتير، مخي بينيمني كتير، ولما بنام كتير الموضوع بيزيد اكتر، الضغط بيزيد اكتر والتراكمات بتزيد اكتر، فارجع اعيد نفس السلسله من تاني. يبقى حل الموضوع ان انا افهم السلسله دي شغاله ازاي وابدا ان انا اكسرها. بس خليني الاول انوه قبل ما ندخل في الحلول بتاعتنا ان احيانا بيكون في برضه اسباب طبيه، بس هنقول اشهرها. ممكن فعلا جسمك بيستغيث، جسمك بيشتكي. اول حاجه واشهر سبب انيميا، نقص الحديد، ان انا مش باكل حديد كفايه، ان انا جسمي ما فيهوش حديد كفايه، بالتالي مخي مش بيوصل له اكسجين كفايه. عندك برضو سبب من اشهر الاسباب خمول الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي اللي بتديني النشاط، دي اللي بتشغل الميتابوليزم، دي اللي بتشغل عمليات الايض في الجسم، وبالتالي لما بيقل نشاطها برضو الجسم يبدا يدخل في حاله نوم كتير. عندك برضو اسباب زي نقص الفيتامينات، فيتامين دي، فيتامين بي 12، دول لما بيقلوا برضو بنام كتير. في امراض ثانيه زي مقاومه الانسولين او الانسولين ريزيستنس، دي برضو بتزود نسبه واحتمالات النوم. لو حابين برضو اكلمكم على الامراض دي بالتفصيل اكتبوا لي في الكومنتات، مفيش مشكله. الحلول بتاعتنا بالنسبه لنا اما حلول عمليه او علميه وحلول نفسيه، والاثنين اهم من بعض. الحلول العمليه احنا معانا شويه قواعد لازم نلتزم بيهم. اول قاعده لازم ان انا انام مضاعفات ال 90 دقيقه. النوم بتاعنا يا جماعه متقسم دورات، كل دوره 90 دقيقه، فلازم ان انا اكمل الدورات، اكمل دوره، اكمل 2، اكمل 3، اكمل 4 براحتي، بس المهم ان انا اكمل الدوره كامله. يعني ما اصحاش في نص الدوره، يعني لو هنام انام ساعه ونص، هنام 3 ساعات، هنام 4 ساعات ونص، هنام 6 ساعات، هنام 7 ساعات ونص. لان لو صحيت في نص الدوره حتى لو نايم 20 ساعه هتلاقي نفسك صاحي زي الزومبي. المنبه يتحط بعيد يا جماعه عن جسمي، لان لما المنبه يكون بعيد انا هقوم مخصوص عشان اقفله. فلما تقوم وتبدا تتحرك بتدي مخك فرصه ان هو يفكر وان هو فعلا يبدا يصحى. القاعده اللي بعد كده ودي من اهم القواعد معانا، ان انا ما ينفعش ابدا يوم من غير نور، حركه، ميه ساقعه. اول ما اصحى لازم اطلع في الشمس او اطلع ابص على الشمس او اشغل نور الاوضه، ابدا اعمل اي مصدر اضاءه، لان لما جسمك بيتعرض للنور يبدا يقلل هرمون النوم اللي هو الميلاتونين. اتحرك لمده 3 دقائق، لمده 5 دقائق، اعمل استرتشات، اعمل تمارين رياضيه. اول ما اصحى اعرض جسم الميه ساقعه، ان انا اتوضى بميه ساقعه، اخد شاور ساقع، اغسل وشي بميه ساقعه، اشغل الجهاز العصبي السمبثاوي او السمباثيك نيرفس سيستم، لان الجهاز دوت هو اللي بيدخلني في حاله اسمها فايت اند فلايت، حاله الخناقات، حاله الطاقه، حاله ان احنا خلاص شغالين يا رجاله يلا بقى نفوق. لازم اخر القهوه على الاقل ساعه ونص من الصحيان، لان الجسم بيكون فيه ماده اسمها الادينوزين، دي ماده بتسبب النوم، بتسبب الخمول. فلو انا شربت قهوه من اول اليوم همنع تكسير الماده دي طبيعي، فابدا احس بخمول بعد الظهر، فاخر القهوه على الاقل ساعه ونص مثلا بعد الصحيان. ممنوع طبعا السكر الكتير في اول يوم، لان ده بيعمل حاجه اسمها انسولين سبايكس، بيزود الانسولين بدرجه كبيره فيرجع يقع بدرجه كبيره فيدخلك برده في حاله من الخمول. انا لو هبدا فطاري ابداه مثلا ببيضه، ببروتين، بالياف، بخضار، باي حاجه تديني طاقه تكمل معايا على مدار اليوم. اخر قاعده علميه معانا، ظبط نومك ظبط صحيانك. يعني انا نومي وصحياني في مواعيد ثابته، ان انا بصحى في ميعاد ثابت وبنام في ميعاد ثابت، ولما باجي بنام يا دكتور لازم يكون في نص ساعه على الاقل او ساعه على الاقل بعيد عن اي شاشه، بعيد عن اي مصدر ضوء. تقدر تطبق القواعد دي كلها ولكن في سياق من 6 ل 8 ساعات، لان لو نمت اكتر من 8 ساعات هدخل في حاله اسمها سليب درانكنس او سكران النوم، ان انت سكران بسبب كتر النوم. هتصحى بقى تلاقي دماغك تقيله، مش قادر، جسمك مكسر، الحاجات دي كلها دي حاجه بنسميها السليب درانكنس. ندخل بقى في اهم جزء معانا في الفيديو كله، وهو الحلول النفسيه. دي فعلا اللي هتحل كل مشاكلك. لو انت ما جدولتش يومك
يومك هيجدولك، لو انت ما نظمتش يومك هينظمك. يعني لو انا مش صاحي وعارف اعمل ايه بالظبط في الساعه دي واعمل ايه بالظبط في الساعه دي، هبدا بعد كده ان انا يومي شغال بشكل عشوائي، فمخي هيتلخبط، فهيبدا يسبب ان انا انام في اي وقت. من اهم القواعد اللي عندنا في علم النفس حاجه بنسميها الكونديشنال اسوسيشن او الارتباط الشرطي. هشرح لك الموضوع ببساطه. انا دلوقتي لما بذاكر بمسك الكتاب، ولما بنام بقعد على السرير. طيب تخيل بقى انا ماسك الكتاب بذاكر وقاعد على السرير، انا دخلت حاجه ملهاش علاقه بالنوم في حاجه لها علاقه بالنوم، فمخك بيبدا يتلخبط. فمجرد ما تمسك الكتاب وتقعد على السرير بتبدا ان انت تنام. عامله يا جماعه زي تجربه الكلب والجرس. فهو مخ الانسان برضو شغال بنفس الطريقه. المذاكره على السرير يساوي نوم. ولو عاوز تعرف امثله اكتر ابحث عن حاجه اسمها الكونديشنال اسوسيشن او الارتباط الشرطي. احد الامثله برضو ان انا لما اقعد اذاكر لوحدي من غير ما حد يساعدني، من غير ما حد يشجعني، من غير ما نبقى جروب مع بعضنا، ببدا ان انا انام. فعشان كده عاملين جروب التليجرام عشان نذاكر مع بعض، عاملين تحدي مذاكره 16 ساعه. طبعا بهزر، ده مش مبرر ان انت تنام، بس احنا عاملين الجروب دوت عشان ايه؟ نشجع بعض. اخر قاعده نفسيه معانا قبل ما ندخل في اهم كلمتين في الفيديو، قاعده الخمس ثواني. اول ما المنبه يرن يا دكتور بعد لحد 5، وشئت ام ابيت حي ام ميت لازم تقوم وتصحى. ما بديش مخي فرصه اكبر من 5 ثواني ان هو يفكر، لا، اول ما ال5 ثواني يخلصوا قوم على طول. وقاعده ال10 دقائق ان انا بقول لمخي والله يا مخي انا هصحى وهذاكر 10 دقائق بس، ولما اصحى ال10 دقائق دول ال10 دقائق هيجيبوا 10 دقائق تاني، فبالتالي هقدر اكمل يومي ايه كله. في حاجه صغيره اسمها المايكرو جولز، او ان انا بحط لنفسي اهداف صغيره في اول يوم، ان انا هصحى هفطر هتوضى واصلي، هصحى اغسل وشي، هصحى اتحرك شويه، ان انا اضحك على مخي، وبالتالي لما اضحك عليه ايه؟ اقدر ان انا اكمل اليوم كله. نيجي بقى لاهم كلمتين في الفيديو كله. عاوزك لما النوم يغريك تبدا تتخيل نفسك في المستقبل، تعمل حاجه اسمها سيلف فيجواليزيشن. تخيل نفسك بعد 3 شهور، هل فعلا لما النتيجه تظهر بعد النوم دوت كله هتكون راضي عن نفسك؟ هل فعلا لما ما توصلش لحلمك والمجموع اللي انت نفسك فيه هتكون راضي عن نفسك؟ هل فعلا لما زمايلك كلهم يكونوا التزموا بالكلام اللي احنا قلناه وحضرتك تكون لسه واقف في نفس النقطه هتكون راضي عن نفسك؟ هل حاله الفشل هتكون احسن، ولا حاله الانتصار، ولا حاله النشوه اللي هتصاحب النجاح بتاعي، اللي هتصاحب ان انا جبت المجموع الكليه اللي نفسي فيها؟ اتعب النهارده هترتاح بكره. فدايما دايما دايما اول ما تجيلك لحظه ضعف تبدا تبص لنفسك بعد 3 شهور، هل تصرفاتك دي بعد 3 شهور هتكون فعلا انت راضي عنها؟ فخد قراراتك بناء على الشخص اللي انت عاوز توصل له، مش بناء على الشخص اللي انت عليه حاليا. بس عاوزك برضه حبيب قلبي ما تقسوش على نفسك. احيانا هيكون في ايام بايظه ودي بتحصل لنا كلنا، بس ان انا اذاكر 4 ساعات في يوم بايظ احسن ما انا اضيع اليوم كله. النداء الاخير، مش مطلوب من حضرتك تبقى مثالي، بس مطلوب منك تبقى مقاتل، تبقى فايتر، تبقى بطل في حتتك. السرير مثالي بس مش بيصنع ابطال. الخوف مش هيختفي لو حضرتك نمت، بس هتصحى هتلاقيه اكبر واكبر واكبر. المعارك الكبيره مش بتستنى الشخص يكون جاهز، المعارك الكبيره بتبدا وانت في اسوأ ظروفك. قوم وانت خايف، قوم وانت مهزوم، قوم وانت تعبان، قوم وانت في اسوأ حالاتك، قوم وانت حتى مش طايق نفسك، قوم وانت مش طايق كتاب، بس المهم ان انت تقوم وتبدا. الشجاعه الحقيقيه مش ان انت ما تبقاش خايف من الهزيمه او ما تبقاش خايف من اي حاجه، الشجاعه الحقيقيه ان انت تقوم وتشتغل وانت خايف، ان انت تقوم وتشتغل ورجلك بترتعش. انت يا صديقي مش كسول، انت بس كنت محتاج ان انت تواجه نفسك، كنت محتاج ان حد يفوقك. فقوم واغسل وشك، المعركه لسه ما خلصتش.